سلام، معكم سارة. واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم مجددا في فيديو. هذا الفيديو هنا تكمله للفيديو اللي كنت درته معكم المره اللي فاتت. كما كنا درنا ميناج للكوزينه وكامل الصوالح اللي في الكوزينه جينا نديروا التكمله في هذا الفيديو ان شاء الله. اول حاجه راح نبدا بها، راح نبدا بالعلب تاع تخزين المواد الغذائيه. هاد العلب بزاف هايلين بخاتيك تحتاجيهم في اي حاجه. على قد ما شريتيهم راح تستعمليهم، ما تخافيش تقولي دوك نشري وبعد يبقاو لي يطايشوا. على قد ما شريتي راح تبقاي تستعملي فيهم. انا ندير فيهم لي بات، الحبوب، عندي نشا، سكري كلاص، كلش نديرو فيه. مامي البنات فيها من اكبر حجم لاصغر حجم. كل سيري فيها واحد 4 ولا 5 بياس. عندي ثاني هذه العلبه صغيره دايره فيها الخميره، ديري فيه الخميره والجامبو والبيكربونات. تمام. هاد البنات العلب هادو يتسكروا فريمون بيان. تمام. ما تخافيش كنطيح لك علبه ولا تقولي تتفتح ويسيح لك كلش. شوفوا كيفاش تتغلق، محكمه الاغلاق، بزاف هايلين. انا البنات كنت كل ما نخرج نشري 2 3، كل ما نخرج نشري 2 3 ومازالوا عندي وشي راني مخبيتهم اون كاو تزيدني حاجه نلقى فاش نخبيها. انا من النوع اللي نحب كلش في بلاصتو. باغ اكزومبل تحلي باطا تاع سباغيتي تجي تخبيها، تحلي باطا تاع مقارون تجي تخبيها، ما تبقاش تخليها في لي ساشي يكثر عليك القبرج والجغبيل. خلي كلش في بلاصتو وحاولي كيفاش تنظمي مصروفك ولا تنظمي المدخول نتاعك. كل مره اخذت فيه 2 مامية البنات مش غاليين. الكبيره هذه الكبيره تهز 3 كيلو ب40,000. وشوفي البنات لاسيري الاولى كيفاش راهي، ولاسيري هذه الدوزيام، لاسيري الدوزيام زلت واحده اكثر منها، وهذه هي صغيره تسماري فيها 5 بياس. تستحقوهم يا البنات. لا لقيتوهم غير اشروهم ينحوا عليكم غبينه وترجعوا كلش في بلاصتو. لاسيري الاولى في الروز بيبي معها هذوما جايين كيما القرع، وحده دايرتها للزيت وحده دايرتها لا فينيغريت. كي نخدم كميه كبيره من الفينيغريت نجي نخبيها ثم. عندي هذه البلاصه هي اللي نخزن فيها المواد الغذائيه. والله هذا العلب هذا واش كاين راني نستغل في اي بلاصه عندي في الكوزينه تاعي الله يبارك واسعه. وشيو ما عنديش فاش نخبي، مانيش داير لي زينيمون فيها، عندي غير البوطاجي والخزانه النوار اللي دوكا نوريها لكم. نجوا لهاد العلب الكبار اللي هما يتباعوا 3 بياس، وهذوك الكبار 2 بياس مع بعضهم. بزاف بنات كنت نشاركهم معاكم في الجروب تقولوا لي كي ديري فيهم سميد ولا لافارين راح يفسدوا ويسوسوا. انا عندهم عامين وهما عندي ولا مره استعملت فيهم ليدو هادو سميد ولا لافارين ولقيتهم فسدوا لي، توجور يبقاو جدد. ليدو هادو الفرينه وسميد هما لي كونتيتي تاع 10 كيلو ولا 5 كيلو كبار، والباقي دايره فيهم الكسكاس والعيش. وهذه صغيره جيت درت فيها دوكا تيزانه وشيوه هي دايرتها سبيسيال للسميد الخشين تاع قلب اللوز ولا البسبوسه. هاد لاسيريا البنات كامل انا كي شريتها كان عندي عامين شريتها ب100,000 كامل يا البنات، شريتها ب100,000. دوك راهم يديروا حوالي 150 155 الف. حتى اليوم متوفرين مازالوا كاينين في الاسواق. نجي البنات انا كانت عندي واحد ليسباس بين الكويزينير والحيط حوالي 30 هكذاك سنتيم، 35 سنتيم. جيت وحطيتهم لهنا. شوفوا البنات البلاصه مليحه، ما هما مخبيين على الولاد ما يضالوش يجابلوا لي فيهم ويجبدوا الحوايج. شوفوا لا سيري بزاف باهيه، زادت النص في الكوزينه. نجي البنات نعقب المرامط الطاوات اللي عندي. نبدا لكم الطاجين حتى للمقالي. الطاجين يا البنات شريته وحده، وهاد لاسيري تاع 3 بياس مع الكسكاسه والبرمه تاعها و3 بياس تاع الطاوات هادو شريتهم مع بعضهم مع الكريبير والمقلات 2. هاد لاسيري تاع المقلات فيها 3، الكريبير فيها 2. انا شريت 2 مقلات وشريت الكريبير. هذيك المقله البنات تاع البانكيك شريتها وحدها. لاسيري هذه كامله استقامت لي حوالي 2,700. 2,700 دوك كي تسمعوا راح تتخلعوا. انا ما هزيتش 2,700 ورحت جبتهم. كنت كل مره نخطف حاجه والله مول الحانوت اللي نشري من عنده تاع الماعن جارنا انسان ما شاء الله يحط سلعه بون بري بزاف هايله. كنت نروح نهز الحاجه ونسلكو بالعقل، نهز الحاجه ونسلكو بالعقل. بالنسبه للبنات اللي توجور يقولوا لي اسكو لا كولير روز تفزد ولا ما تفزدش، تفزد يا البنات. شوفوا الكريبير كيفاش صرالها والمقله الاخرى كيفاش صرالها. هذه كي نكون دي فوا غاصبه نزيد لهم بزاف النار تحرقوا لي، خساره دوماج ما حافظتش عليهم. وشويه الاخرين بعد ما تحرقوا لي هادو بديت نحافظ على الاخرين بشويه بشويه. عندي هنايا طاوه ثاني مره تحرقت لي انا نغلي في الحليب. شوفوا
لازم يا البنات تحافظوا عليهم على قد ما تقدروا. النوعيه بزاف هايله، انا ما نقولكمش النوعيه راه ديال لهنا، النوعيه بزاف هايله تاع المرامط تاع الطاوط وشو انا اللي ما تهليتش فيهم. هاد الكسكاسه مع الاخر تاعها يا البنات شريتها 720 الف في هذاك الوقت، وهذا الطاجين شريتو 450. كي شريتو كان بروموسيون، كي دخلوا الطاجين هذا يدير 500 واللي اكثر منه يدير 700. بزاف هايل، ما تزيد عليه النار ما يتحرق ما يصرى والو. وفوق من هذا يا البنات البلوس تاعو انه يدخل للفور، بزاف هايل وبراتيك الماكله تاعو تجي بزاف بنينه. شوفوا البنات مام الشكل انا توجور مخلياته فوق الكويزينير زايد فيها النص. نجي يا البنات هاد لاسيري ندخلها في بعضها مام الكسكاسه والبرمه، نديرهم في بعضهم، نحاول نلم كلش في بعضهم باسكو ما عنديش اسباس بزاف كبير لتحت في البوطاج. نزيد نشارك معكم، شوفوا هذه انا مخليتها للقليان تاع لي فريت. شوفوا كيف زدت لي انا هنا، انا اللي درت الغلطه هذه وحكيتها بالسلك خشين. ما ديروش نفس الغلطه تاعي وحافظوا عليهم على قد ما تقدروا. كل روز ديال البنات في الكوزينه الا من يجرؤ قليل اللي يديرها، لازم لها بزاف استحفاظ وتبقاي ديما واقفه معاها. وقتاش تطاشا وقتاش تشد لي الحوايج اللي يحرقوها، المهم تبقاي ديما تعسي فيها. هي بزاف هي تزيد النص في الكوزينه ميم كولير ضاويه، على قد ما حطيتي وعلى قد ما خليتي تبقى الكوزينه تاعك الله يبارك مشرها. شوفوا هذه المقله كيف استحفظت عليها، كيفاش بقات جدت لي روحها. جيت كلش دخلت في بعضها كيما قلت لكم لي سباس تاع المرامط الصغير بزاف في البوطاجي. شوفوا كيفاش جاني. نجي البنات لي سيرفيس اللي عندي هذا السيرفيس البلون اللي كامل عجبكم في الجروب. شوفوا البنات فيه 27 ولا 28 قطعه هايل، يحمر الوجه تاع ضياف. انا مخليته توجور كي تكون عندي هكذا ضياف ولا تكون عندي عرضه نستعملو معاه. سوبيغ تاعو ثاني بزاف هايله، تهز حوالي 3 اطارات ونص. بالنسبه للبنات لهذا الخط الدوري اللي راكم تشوفوا فيه ما يدخلش الميكرووند، اذا دخلتي هذا البول على الميكرووند راح يتحرق لك كامل هذاك الاصفر. دوك شوفوا البنات شنو لكم الخط هذا الدوري اللي راكم تشوفوا فيه تحرق ليه في الميكرووند. ميم يا البنات كندخليه تماسي الميكرووند راح يماسي فيها تقريبا تشعل النار. سوبير كنت محافظه عليها مازال الخط كيما هو جديد. نجي لاسيري دوزيام نوار، هاد لاسيري بزاف هايله درتها كيما كنت دايره الكوزينه تاعي كامل نوار. لاسيري جون اللي شريتها جديده ان شاء الله رمضان هذا. شوفوا البلو كيفاش جا مع الجون بزاف هايل. ولا صغير الغوز اللي كنت درتها العام اللي فات شريت هذوما وكاسيت لهم هذوما لي بول في البلون والغوز بيبي. نجي ثانيه البنات دايرت لهم اسباس من تحتها نجي نحطهم. هذاك الاسباس تحتاني كيما شفتوا في الفيديو اللي فات كان فيه بزاف ليمون، انا هزيت كامل هذوك ليمون اللي نستعملهم مره في الوقت درتهم في كارطون واستحفظت بهم. هكذا كي نستحق المول مش راح نستعملو ديما، كي نستحقو نجبد مول خلي 2 مول باك اللي نستعملهم تقريبا ديما لي غراتا ولا كش ما يكون عندي نجبدها. شوفوا كيش جيت استفتهم خلات لي شويه ليسباس. هاد ليسباس كما قلت لكم راح ندير فيه ليمون ولا كيلكو بياس نستحقهم. نرجعوا ثاني لهذوما العلب تاع الزجاج كنت مستعملتهم من قبل سكر قهوه وعكري. جيت خلفتهم في هذا البريود تاع رمضان مره واحده اخرى مع البش راح ندير فيهم ان شاء الله. هذوما جدد درت فيهم الملح والقهوه والعكري بزاف باهيين صراحه، عطاو مام اضاءه مختلفه للكوزينه. لاسيريا البنات هذه شيتها انا 110,000 بالنسبه للبنات اللي سقسوني عليها المره اللي فاتت. وهذه تاع الزيت شريتها 150,000 درت فيها هذه صونغ وهو اللي نستعملو بزاف. وحطيت هذيك اللوحه كديكوراسيون. جبت هذه الكرافه قعدت لي من 3 سيري اللي هي 18 كرافه كانت عندي كامل تكسروا تعرفوهم خفاف. درت فيهم هذا المغارف تاع الخشب مجرد تغيير خفيف ولا كما نقولوا ديكور خفيف. كانت عندي هذه الغلايه تاع قهوه تكسرت لي جد درت فيهم هذو لي فلور اللي كانوا من قبل في الكرافه اللي تبعوني في لي جروب راهم على بالهم. توجور نحب انا هذا الركن صغير من دون كامل الكوزينه نحب نشوفه هكذا يعطي واحد المنظر بزاف هايل. ممكن نعود نصور نركز عليه. نجيب بالنسبه الحوايج اللي عندي اللي نستعملهم انا هنا راني مركزه على لا مارك كرافت، ماركه بزاف هايله وبزاف قويه ما يطيح لك ما يتوشيه الماء ما يبقى توجور محافظ على روحه. واش كسبت في هذه لا مارك؟ كسبت هذا البراميكسور، كسبت الباتر وكسبت
هذا الروبو فيه دو بياس مع هذا لي زيكسوار اللي فيه البلاندر، وفيه هذا الطاس تاعو اللي يرحي كلش. البلاندر تاعو يهز اطرا ونص، والطاس تاعو هذا اللي يرحي البنات يهز حوالي 2 كيلو مع لي زيكسيسوار عفوا اللي فيه. ماركه بزاف هايله. والحاجه حنا توجور كي نشرو حاجه في هذا الخلاط ولا هذا، المهم هذوما الحوايج اللي نستعملوهم ديما نحاولوا نركزوا على اسكو كاين لي زيكسيسوار والله ما كانش. هاد لا مارك البنات فيها لي زيكسيسوار اون كا او يتكسر لك حاجه ولا راهي متوفره كي تشريها ما تخافيش. نستعمل ثاني الميزان، تعرفوني في الوصفات كندير الوصفات لازم نستعمل ميزان. عندي هذا الخلاط تاع الكابوتشينو بزاف هايل، الماركه تاع بزاف هايله، شريته 220. وعندي شانيمو هذا اللي ثاني هايل بالبزاف. اونكا اسكن عندك الدجاجه ما تظليش تحطي طابونه وتوسخي الطابونه، ديري به القوه تاعو بزاف هايله. وشيلو قرعه تاع غاز، دير 20 تحكم لك الله يبارك خير ربي. فيه بزاف سرعات، وفيه الحاجه اللي عجبتني فيه نقاط امان، فيه نقطه الروج وفيه هذيك النقطه النوار وفيه هذيك النقطه الروج الكبيره، يسمى تقدري تسكريه من 3 بلايص، ما تخافيش عليه كامل. نقول له بغا يا البنات يتفتح، كاين بزاف لي فيديو هذاك اللي ما يتفتحش، هذا يتفتح يا البنات. ما مره طاح لي في الماء صراحه، طاح لي مره في الماء ما صارت له حتى حاجه، نشفته ورجع كما كان. نعبوا له هنايا البيتران تاعي اللي هي من لا مارك براون بزاف هايله، تخرج حوالي 5 مطلوعات. هذا الكيل تاعها 3 لتر، خرجت لي كيما جربت فيها، خرجت لي 5 مطلوعات من الحجم المتوسط. المطلوع تاعها يخرج روعه، مام لي بات كامل فيها البنات لي زيكسيسوار، فيها الفوي والكاف والال، ماركه بزاف هايله. انا شريتها 1700، عندي حوالي عامين بريسك. ميم السرعه تاعها البنات هايله، كي تروحوا تشرو ركزوا على السرعات تاع لي بيتران ولا اي حاجه تشروها، ركزوا على السرعه. اذا كانت السرعه تاعها بطيئه ولا ما تسمعوش هذيك القوه غير مكان له. هذه فيها حتى من الان حتى للديس، مليحه مبدئيا كالسعر تاعها وكالخدمه اللي تخدمها بزاف هايله. توالم واحد زوالي، واحد حاب يدير حاجه يكسب حاجه توالمو. نجول هاد السله اللي كنت شريتها المره اللي فاتت 100 ثاني بزاف هايله، عطات واحد المنظر للكوزينه. درت فيها البصله ودرت فيها البطاطا. هاد لي بابي البنات حنحي هذه البلاصه تاع الثوم، سما درتو مؤقتا برك، من بعد راح نبدل. نجي للخزانه اللي كنت قلت لكم عليها واش نستعمل فيها بزاف باهيه صراحه. عندي حوالي 6 سنين ملي شريتها، مازال لحد الان تبان باهيه. الكازي الاول ندير فيه لي زيبيس ولا الزرارع اللي عندي وشويه واش كان ما عندي. الدوزيام نحط فيه لي ساشي تبوبال حاشاكم. الطروازيام نستعمل فيه بعض الحوايج اللي نجبدهم من ذاك. هاد المغارفه البنات لا تلاقيتوهم غير ما تشروهمش راهم يتكسروا، كنصيحه. الكازي هذاك الاخر كامل ندير فيه كامل هذو الحوايج نتاوعي. لي زيبيس اللي راهم لهنا هذوما اللي نستعملهم يوميا توجور قراب ليا. الفريجيدير كاخر حاجه. شوفوا المنظمات كيفاش راهم زايدين فيه النص. فرشوا يا البنات لا طوال تيغي، يجي بزاف هايل ويحمي لكم من هذوك التعفنات ولا اي حاجه تحافظي على الفريجيدير تاعك ويدوم لك اكبر مده ممكنه. هنايا البنات لحقنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله ربي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من كامل واش قدمت لكم كمحتوى. ما تنساو الجام وخلوا لي تعليق ولو بنقطه واحده، بارطاجيو لا فيديو باش تكبر العائله تاعنا ونستفادوا كامل. انا نستفاد كمقدمه محتوى وانتم تستفادوا كاشخاص راكم تتلقاو في محتوى خاصه المبتدئات. انا توجور كي نحكي المبتدئات، ومهما عرفنا رانا نبقاو كامل نتعلموا. الى نلتقى ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه او روتين او تدبيره جديده. ان شاء الله نلقاكم كامل بخير وبصحه جيده.